بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين، اعزائي المستمعين، اصدقاء البرنامج، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وبعافيه وزي الفل. في البدايه ما تنساش ان انت تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما تنساش الصلاه على الحبيب، مهمه جدا. بعد ما حضرتك صليت على الحبيب بفكرك برضو ما تنساش ان انت تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك اشعارات بحلقاتنا الجديده. طيب نبدا بايه؟ عايز ابدا بيه صحفي زملكاوي، يعني على باب الله، على باب الله والله، ولكن الجميع امبارح عمل له دعايه، يعني في كل حته كل البرامج اتكلمت عليه. الراجل طلع هبده كده من هبداته العاديه واليوميه، الراجل كل يوم بيطلع يهبد، ولكن الناس كلها بقى امبارح قفشت هنرد عليه. يا جدعان في ايه؟ قال لك والله هنرد عليه. يا جدع ازاي يقول الكلام ده؟ ايه اللي حصل؟ قال لك والله اصل كهربا، هو كان بيتكلم على كهربا، هو قبليها يعني قبليها بفتره كان اتكلم على كهربا وقال لك والله ان كهربا مش هينفع يلعب خالص الا لما يدفع الفلوس. فدخلنا دلوقتي في موضوع ان كهربا لا، ده العقوبه هتتشال بمجرد لما الايقاف يخلص. يعني الايقاف يخلص كهربا يقدر يلعب ويبدا يتكلم مع الفيفا والحوارات اللي انت عارفها. فالراجل قام طالع معلي على نفسه، طبعا مش هيطلع، يعني مش هيجيب ورا مره واحده، فلازم يجيبها على كذا مره. فقال لك والله يا جدع كهربا حتى لو لعب فهيلعب حلاوه روح، يلعب له شهر ولا حاجه ودب يتاخد 10 شهور ولا سنه كمان، ومفيش الكلام ده كله، والفيفا والزمالك هيجروا ورا كهربا يجيبوه من قفاه. ده كلام الراجل هبد، يعني عادي بتحصل، بس مش عارف ليه الناس قفش لا نرد عليه. فالكل رد عليه امبارح، مع ان يعني يا جماعه انتوا اديتوا له قيمه اكبر من قيمته، اديتوا له فعلا قيمه واديتوا له دعايه اكبر منه. يعني الراجل امبارح ما شاء الله بقى ترند بسببكم، كل الناس يلا يا جدع نرد عليه. المهم يعني حتى الباشمهندس عامر العمايره، وده راجل خبير لوائح كبير جدا، رد عليه قال لك مفيش حاجه اسمها 10 شهور، وذكروا بالاسم مفيش حاجه اسمها كده، وقول لنا اللوائح دي بتجيبها منين ومش عارف ايه الكلام كله. 6 شهور ده لو حصل. ف يعني طيب واحد يقول لي فكك من هذا الرجل اللذيذ، هو انت مش هتتكلم عليه؟ اتكلم عليه ليه يا عم؟ خلاص كل الناس اتكلمت عليه، انا ما بتكلمش على حد، انا ما بتكلمش على حد. المهم تعال نخش على موضوع كهربا، بحيث ان انت تبقى عارفه بعيد عن كل الرغي ده كله، عشان تبقى فاهم القصه رايحه فين. لان موضوع كهربا بسم الله ما شاء الله متطور، وكل فتره بيبقى فيه حاجه جديده. يعني احنا دلوقتي واقفين فين؟ احنا دلوقتي واقفين عند العقوبه بتاعه السيد كهربا بتاعه الايقاف، هتنتهي في يناير. طب يا جدع وبعدين؟ اول لما يناير يجي، يوم 8 يناير بالتحديد، اول لما يجي يحق الكهرباء ان هو يلعب على طول، على طول مباشره. يعني لو في ماتش يوم 8 يناير للنادي الاهلي يلعب على طول، على طول يا جدع، على طول ينزل يلعب عادي. الاهلي هيبلغ اتحاد الكوره، اتحاد الكوره يبلغ الفيفا، والكلام اللي انت بالك اياه ده. المهم يعني الاهلي هيبلغ اتحاد الكوره، وبدوره الاتحاد هيبلغ الفيفا، ويبدا كهرباء يلعب عادي. طيب ايه الخطوه اللي ناوي السيد كهرباء ياخدها في الموضوع بتاعه؟ شوف يا سيدي، السيد كهرباء بعت للفيفا بعض التساؤلات، وكان مستني يشوف الرد بتاع الفيفا. فكان الرد على كهربا امبارح، يعني في تركه جديده هقولها لك دلوقتي. كهربا سأل والله قافش البرتغالي النظام، فالفيفا قال له مالكش فيه. واحد يقول لي يعني انت يا كهربا العقوبه 2 مليون دولار، ده غير الفوائد، حضرتك تتحمل نصها اللي هو المليون دولار والفوائد. طب يا جدع ده قافش فلس، قفل، اتنصب عليهم، اي حاجه، كهربا ملوش فيه، كهربا ملوش فيه. دي حاجه يتوارثها اللي جايين. بمعنى ايه؟ بمعنى والله انا نادي قفش البرتغالي، وخلي بالك هو لم يفلس، هو نزل للدرجه الثالثه او الرابعه حاجه كده، يعني بقى بيلعب تحت، ولكنه ما اعلنش افلاسه، وغير الاداره وغير الاسم كمان. المهم ولكن العقوبه عليه، بس ما حدش بيجري وراه. خليني اقول لك ما حدش بيجري وراه، يعني الزمالك ما بيجريش وراه زي ما بيجري ورا كهربا. المهم انا عليا ككهربا المليون دولار، وعليهم الفوائد يعملوا مليون و200 حاجه كده، يعني مليون و200. طيب يا جدع انا ككهربا بعت للفيفا قلت له والله انا ككهربا معيش مليون و200. فالفيفا كان رده انت معاك كام؟ فكهربا قال لهم 250 الف دولار. ايه يا جدع 250 الف دولار؟
طب ليه يا عم كهربا مش متأكد حاجه في هنا ولا هنا، معاك ذهب ولا معاك دولار تصرفه والكلام ده كله؟ قال لك لا والله معيش اي حاجه، انا معايا 250 الف دولار، انا موقوف من اللعب وبالتالي مفيش فلوس، النادي ما بيدينيش فلوس لان انا كده كده ما بلعبش، وبالتالي انا محتاج ان شاء الله العب عشان اكون مستقبلي وادفع العقوبه. طب جه رد الفيفا بايه بقى؟ قال لك اوكي ادفع ال 250 عربون محبة، او زي ما بيقولوا ايه، حسن نية. فكهربا هيدفع الفلوس كحسن نية مش اكتر، يعني يدفع ال 250 الف دولار وخلاص، ويبدأ بقى ايه يقسط. بس خلي بالك الاهلي هيكون ضامن في الموضوع، مادام فيها تقسيط لازم ضامن، زي ما بتشتري عربية ولا بتروح تجيب غسالة لازم تسحب واحد صاحبك يمضي معاك، ولو انت ما دفعتش هو يتسجن. هي كده، هي كده زي موضوع سليماني كوليبالي لو تفتكر، النجم الساحلي عمل نفس الكلام. فانت النادي الاهلي هيبقى ضامن، هيبقى ضامن. فكهربا هيدفع الفلوس للزمالك بالتقسيط المريح قوي 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 قوي، لا قوي قوي بقى، قوي جدا. فده موضوع كهربا باختصار شديد. يعني واحد يقول لي باختصار ايه ده انت داخل في الست دقايق؟ ما انا كنت النص الاولاني بتكلم على الراجل الهبيت ده اللي بيتكلموا عليه، والنص التاني اتكلمنا على موضوع كهربا. واحد يقول لي برضو يعني معلش انا اسف. فست دقايق اتكلمنا فيها على موضوع كهربا. هو خلي بالك هو موضوع مهم لانه هو الحاسم. يعني واحد يقول لي خلاص كفايه، خش بقى في اللي بعده. طيب خلاص اوكي، طيب نخش على اللي بعده. مش هنتكلم على مباراه الزمالك، خليها في الاخر عشان انت لو عايز اخبار النادي الاهلي في السريع. طيب عندك النادي الاهلي النهارده عنده مباراه مع الاتحاد السكندري. المباراه دي هيقودها تحكيميا الحكم محمود البنا، وده حكم جيد، ومحمد عباس، وده حكم فار. مين محمد عباس؟ لا احد يعلم حتى الان، العلم عند الله، العلم عند الله. في ناس قالت لك والله يا جدع ده في مباراه مش عارف ايه اللي لعبناها ظلم النادي الاهلي في مش عارف ايه وايه، بس بصراحه انا مش فاكر اللي هم بيقولوه ده، وبالتالي مش هقدر اقول لك اي حاجه. فمحمد عباس ده حكم فار، البنا حكم ساحه. نتمنى يعني ان الناس تكون مصحصحه عشان الماتش بصراحه مش متحمل، ماتش صعب قدام الاتحاد السكندري. واديك شايف اي فرقه بتخش قدام الاهلي تحس ان هي بتحزق وتجيب نار من بقها، بتيجي قدام اي فريق تاني تحس ان هم حمل وديع. الله، هو هي الكره بتتلعب ازاي؟ يعني النهارده مثلا او امبارح بقى عدينا يعني بيراميدز كان بيلعب مع الزمالك، تحس ان ايه ده، هي الكره اكتشفت سنه كام؟ يعني الزمالك جاب جون في البدري بدري، وبيراميدز بقى طول المباراه تحس ان هو يعني بكيفيه تعلم كره القدم، دخل على جوجل وكتب كيفيه تعلم كره القدم، من اين بدات كره القدم، قاعدين يعملوا سيرش مش فاضيين ان هم يلعبوا الماتش. حاجه عجيبه جدا، وده طبعا ده طبيعي. يعني هو النادي ده يعني لو انت مراهن انه يكسب فده يبقى يعني حاجه صعبه. يعني النادي ده فلوسه حرام كده، تحس عامل زي باريس سان جيرمان، يقعدوا يدفعوا يا عيني مليارات ودم قلبهم في الاخر ولا الهوا، يطلعوا منفضين برضو اخر الموسم. فما تفهمش يعني. المهم ملناش دعوه يعني بالناس دي. دي حاجه. واحد يقول لي هو مارسيل كولر ليه ما بيطلعش يقول لنا قائمه النادي الاهلي؟ مارسيل كولر بيقول لك وانا ليه اقول لك القائمه واخليك يعني ايه اسهل عليك الامور؟ لا يا حبيبي، كل اللعيبه جاهزه وكلهم موجودين الا المصابين. واحد يقول لي يعني من الاخر المستبعد طاهر ميسي وعمنا عمار حمدي. طب ما دون ذلك كل الناس متاحه، كل الناس متاحه، كله يا جدع، كله يا جدع. يا ده احنا عندنا قايمه كبيره، مش مهم كله متاح. هو بيقول لك ان انا بحافظ على السريه، ما اديش المنافس يعني الخطه، يبقى الموضوع عايم والكلام ده كله. فالراجل بيقول لك ايه، ده حاجه سريه كده بيني وما بينكم محدش يعرفها. هي خطوه كويسه، كل واحد او زي ما بيقول لك كل شيخ وليه طريق، هو الراجل معجب بيها. هو فعلا من ساعه لما جه النادي الاهلي وهو ما بيديش قايمه، بينزل كده بس. يعني الموضوع هو مش سري، يعني انت لو عايز تعرفها الموضوع سهل، يعني معروفه. يعني انا ممكن اقولها لك دلوقتي من غير حتى ما ابص في ورقه. حراسه المرمى محمد الشناوي، علي لطفي، وشوبير. الدفاع محمد عبد المنعم، المتولي، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، محمد دهاني، اكرم توفيق، محمد اسمه ايه ده، كريم فؤاد، علي معلول، محمد اشرف. بسيط جدا. نص الملعب محمد مجدي قفشه، برونو سافيو، فخري، كوكا، حسين الشحات، اليو ديانج، حمدي فتحي، السوليه.
حسين الشحات، احنا قلنا حسين الشحات ولا ما قلناهوش؟ حسين الشحات لو ما قلناهوش. قلنا برونو سافيو، وبرونو سافيو لو ما قلناهوش يعني نقوله مره تانية، برازيلي بقى وراجل خارق فنقوله مرتين. الهجوم حسام حسن، محمد شريف، شادي حسين. انا لست ساحرا ولا دجالا، بس هي دي قائمه النادي الاهلي اهو، قلتها لك وانا ما ايه ولا مصادر ولا اي حاجه اهو يا جدع، قلتها لك ايه، هي دي قائمه بس هي دي اللعيبه المتاحه للنادي الاهلي. تحب انزل لك بالتشكيل يا جدع؟ انزل لك بالتشكيل. في حراسه المرمى محمد الشناوي، اكتب ورايا محمد الشناوي، قدامه محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم. واحد يقول لي والمتولي، لا مش هيلعب. ياسر ابراهيم. اليمين هيلعب اكرم توفيق، الشمال علي معلول. خط النص هيبقى اليو ديانجو والسوليه. قدام هيلعب ببيرسي تاو كراجل مهاجم. صانع العاب اعتقد قفشه، اعتقد. واحد يقول لي طب وبرونو سافيو؟ مش عارف، عندي احساس انه مش هيلعبه، بس ده احساس يعني، بس خلينا نمشيها احساس، احساسي انه مش هيلعبه، هيلعب قفشه. وعندك كمان كريم فؤاد واحمد عبد القادر. انا لست ساحرا ولا دجالا، ولكن هذا هو تشكيل النادي الاهلي اللي هيلعب بكره. موضوع بسيط، فخليه كل واحد زي ما بقول لك كل شيخ وليه طريقه، فالراجل خليه متكتم، خليك متكتم يا جدع براحتك. فهنشوف النهارده طبعا عندنا القرعه بتاعه دوري الابطال، هتكون الساعه 12 الظهر، واعتقد كالعاده هيكون معانا صن داونز، يعني كالعاده هيكون معانا صن داونز. ما تفهمش هو مكتوب لنا في بطاقه التموين النادي الاهلي خش يا جدع معانا بصن داونز على طول، وغالبا فرقه سودانيه، وحط بقى مثلا اي فرقه محذوفه في اخر القاره كمان، بحيث ان احنا نقعد رايحين جايين في القاره بطولها وعرضها. طب والزمالك انزل يا جدع بالترجي، وانزل له يا جدع بفرقه جزائريه والبط ولا مش عارف الوز الكاميروني ولا اي حاجه من الحاجات اللذيذه اللي بتبقى معاك كل مره دي. ده توقعي انا للقرعه بتاعت دوري الابطال. يبقى الاهلي معاه صن داونز، معاه يا الهلال يا غالبا الهلال مثلا، يبقى الاهلي صن داونز الهلال، وحط يا جدع بقى فرقه في اخر الكوكب، يعني حاجه كده في نص البتاع، يعني فيتا بقى ما اعرفش بقى مين المستوى الثالث، فيتا مش عارف ايه، اي حاجه من الحاجات اللي هي ايه في نص القاره دي، اللي هي لازم تدب مشوار طيران 13 ساعه رايح 35 ساعه راجع، هي حاجه زي كده. الزمالك يبقى معاه الترجي، معاه فرقه جزائريه، لو في فرقه جزائريه غالبا هيبقى في البلوزداد ينزلوا معاه ويعملوا عليه مؤامره ويطلعوه حصاله كالعاده، ويحط بقى بعد كده الوز الكاميروني او البندول مش عارف الاثيوبي، حاجه اي حاجه من الفرق اللي هي بتخش تمشي حالها، تتعادل مع الزمالك تكسبه هناك ويطلع الزمالك برضه حصاله. فده توقعي انا يعني ايه ليه للمباراة بتاعت يعني دوري ابطال افريقيا. الموضوع بسيط وسهل خالص. اتحاد الكرة قرر يعمل حاجة عظيمة جدا، قال لك والله احنا هنعمل حاجة اسمها كاس السوبر بنظام جديد. طب يا جدع ايه النظام؟ قال لك والله بدل ما احنا بنلعب ماتشين، ماتش واحد ما بين بطل الدوري وبطل الكاس، لا احنا نوسع الموضوع. هو شكل ايه الموضوع؟ يعني ايه الرزق بقى، عايزين نطلع سبوبه، فايه بدل ما نلعب ماتش لا نلعب 4 او نلعب 3 على حسب بقى ما كيفنا يودي. نروح مثلا الامارات نقعد لنا شهر هناك نلعب، كل فريق بقى يلعب 4 ماتشات ولا 2 على حسب ما هتتعمل. يقول لك والله هيبقى 4 فرق، 4 فرق، بطل الدوري وبطل الكاس وفي 2 لسه مش عارفين. يقول لك والله ممكن يبقى كاس الرابطه 1 ووصيف الدوري 1، فيبقوا كده 4. لسه بقى ما اتفقوش هيعملوها ازاي، هل يعملوها مقص يعني فرقتين يلعبوا بعض والكسبان يلاعب التاني، فيبقى عندنا ادي ماتشين وادي 2 وادي، يعملوها 3 وممكن بقى نقسم ونعمل 3 ورابع ويبقى الفضا وكيلنا، فيبقى 4 ماتشات بدل ما تعمل ماتش فتعمل 4 ماتشات. او تخلي بقى تعملها نظام دوري وكله يلعب بعضه بحيث ان محدش يبقى احسن من حد، فيبقى شوف بقى الاهلي مثلا يلعب معاه مره مع بيراميدز ومره مع الزمالك ومره مثلا مع اي فريق تاني كده، ولا نعملها يعني لسه ما استقروش لسه على الموضوع. واحد يقول لي هل ده يعني الكاس اللي احنا بنلعب فيه ده هو اللي هيتعمل فيه؟ اقول لك لا، الكاس اللي احنا بنلعبه ده اللي احنا واصلين فيه قبل النهائي اللي هنلعب فيه مع سموحه والزمالك هيلعب فيه مع بيراميدز، لا ده بتاع السنه اللي فاتت. احنا ماشيين باثر رجعي، فلا ده بتاع السنه اللي فاتت. الدوري اللي احنا بنلعبه دلوقتي والكاس اللي احنا هنلعبه لسه بعد ما نخلص اللي احنا فيه ده هنلعب كاس جديد كده في نص الدوري كده، لما نخلصه هو ده بقى ايه
يبقى بطولة السوبر بتاعت مش اللي هتتلعب السنة دي في شهر 2، لا بتاعت السنة الجاية بقى. هي لفة يعني، ما تشغلش نفسك، ده لسه موضوع طويل وقدامنا فيه وقت كبير جدا. فده بالنسبة لموضوع كاس السوبر. اخر حاجة نختم بيها وهي ليها علاقة بقفشة. عايز اقول لك ان قفشة يعني الدنيا عروض والحياة حلوة وبدأت تزهزه، وجاي له عرض من الباطن ب 800,000 ولا حاجة زي كده اعارة والكلام ده كله. ولكن الاهلي حتى الان متحفظ، هل ابيع ولا ما بيعش؟ لسه الناس مستنيه تشوف راي كولر، لسه مستنيه تشوف راي كولر. وان كان انا بعتقد يعني ممكن يمشي. واحد يقول لي انت رايك ايه، هل نمشي قفشه ولا نخليه؟ والله بص، انا من الناس اللي شايف اني لا نمشيه عادي عادي جدا. يعني انا مش شايف ان هو يعني عامل الفرق الكبير. وارد بقى بص يقوم جاي النهارده في ماتش الاتحاد مبدع، فتيجي تقول لي ايه يا جدع شفت ازاي تمشي قفشه؟ وارد. ولكن انا عن نفسي لا، ما عنديش مشكله ان امشي قفشه، بس بمبلغ كبير يعني مش 800,000 دولار، يعني ده مبلغ عبيط. انما انت بتكلمني مثلا في 3 4 مليون دولار، اقول لك اوكي مع السلامه، مع السلامه والقلب داعي لك واجيب حد احسن. انا من الناس اللي بحب كده، بيع وهات جديد، بيع وهات جديد. بس طبعا في ناس ما ينفعش تبيعها، يعني مثلا واحد زي اليو ديانج ده ما ينفعش يمشي من الفريق، واحد زي علي معلول ده ما ينفعش يمشي من الفريق، واحد مثلا زي محمد الشناوي ما ينفعش يمشي من الفريق، المتولي عبد المنعم ما ينفعش يمشي، اكرم توفيق لو ايه اللي حصل. الناس اللي انا قلت لك اساميها دي ما تحت اي ظرف من الظروف ما بيعش فيهم واحد، ده لو ايه اللي حصل ما بيعش، حتى لو جالي فيهم ارقام خزعبليه ما بيعش. انما اي حد تاني بقى يا جدع في القايمه جاله اي عرض، لا بالسلامه بالسلامه، انت سكتك خضراء ونبقى نجيب غيره. لان دول الرجوله اللي حمدي فتحي طبعا نسيته، حمدي فتحي دول الرجوله، دول اللي يقدموا لك كوره فيها رجوله فيها شغل كويس، دول اللي بيمثلوا روح الفانيلا الحمراء بما تحمله الكلمه. دايما الرجاله دايما على يعني على الموعد والكلام ده كله. اما الباقيين حلاوه، اي حد يجي له عرض بالسلامه وهات واحد مكانه، او هات اتنين، او هات محترف، او يعني على حسب. انما الاسامي اللي انا قلت لك عليها دي بس طبعا ده لو انا مسؤول، طبعا انا مش مسؤول، انا لست مسؤولا. يعني القرار بقى عند اداره النادي الاهلي وعند السيد مارسيل كولر، هنشوف ايه اللي هيحصل. بس كده.